السلام عليكم، كيفكم يا جماعه؟ ان شاء الله تمام. لا 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 لا, لا. المتعه اللي شايفينها بكاس العالم لحد لا تقول لي دوري الابطال ولا تقول لي الدوري الانجليزي ولا تقول لي الدوري الاسباني. الشيء اللي شايفينه بكاس العالم لحد لا بيفوز، والله بيفوز يا اخي. ليش كاس العالم فيه اثاره وترفيه ومتعه لاخر الدقائق؟ في سببين بيخلوا كاس العالم من افضل البطولات والبطوله المنتظره كل 4 سنين. السبب الاول انه البطوله بتلعب كل 4 سنين مره، وهذا الشيء بيخلي كاس العالم له وزنه، مش مثل دوري الابطال اللي بيلعب كل سنه وكل سنه عم نشوفه. اما السبب الثاني انه كل منتخب بده يجيب افضل اللاعبين اللي موجودين عنده بالبلد، فنحن كمشاهدين بنشوف افضل اللاعبين اللي موجوده بهاي البلاد. وكمان كل منتخب وكل لاعب بده يثبت للعالم انه منتخب بلدي هو المنتخب الافضل بالعالم. يعني خليني اعطيكم مثال صغير. اذا قلت لك يا عزيزي المشاهد اعطيني افضل تشكيله موجوده بكاس العالم حاليا، راح تقول لي كيليان امبابي، ايرلينغ هالاند، ليونيل ميسي، كيفن دي بروين، يعني كل لاعب من بلد. يعني تخيل معي يا عزيزي المشاهد، النرويج بلا هالاند كالماء بلا كالنهر بلا ماء. يعني النرويج بلا هالاند فريق سيء وبس. يا جماعه وين رحنا نحن؟ انا شو جاي سوي بمقطع اليوم؟ باختصار يا جماعه اليوم جاي اعطيكم مين راح يتاهل لنصف النهائي. يعني انا اقطع بربع النهائي مين اربع فرق اللي راح تتاهل لنصف النهائي ومين اربع فرق اللي راح تودعنا. واذا مفكرين ان نسيان ميسي واللي صار امبارح مع منتخب مصر، والله بتكونوا غلطانين، لانه هلا راح افضح ميسي واللي جاب ميسي واللي خلى الارجنتين تلعب. خلينا نبلش باول مباراه، المنتخب الفرنسي مع المنتخب المغربي. اوف انا لابس المنتخب الفرنسي يا جماعه، والله فتلت السوق كله ما في تيشيرت المنتخب المغربي. خلاص انا مشان هيك لبست المنتخب الفرنسي، لانه بصراحه هو افضل منتخب موجود لحد هلا بكاس العالم. شوف يا جماعه، بصراحه انا بهاي المباراه خايف من لاعبين. اللاعب الاول اوليسي اللي لحد هلا صانع 5 اهداف، واللاعب الثاني كيليان امبابي اللي لحد هلا مسجل 7 اهداف. وكمان بالمنتخب المغربي عندنا ابراهيم دياز اللي صانع من بدايه البطوله 4 اسيستات. بصراحه يعني رقم حلو وعامل بطوله مميزه لحد هلا، بطوله مميزه نوعا ما. مباراة صعبة بصراحة، مباراة صعبة على المنتخبين. وانا يعني بشوف انا لو خسر المنتخب المغربي ما راح يخسر بنتيجة كبيرة. فتوقعاتي لهي المباراة انه المنتخب المغربي راح يتأهل ان شاء الله. المنتخب المغربي راح يتأهل وراح تخلص المباراة بنتيجة 2-1. هي اعطتكم النتيجة والتوقع. خلينا نروح على المباراة اللي بعدها. اما المباراة الثانية فعنا البرتغال وبلجيكا. برتغال والله اصلا كريستيانو عمك. المباراة الثانية بين اسبانيا وبلجيكا، اكثر مباراة صعبة، يعني ما في شيء واضح فيها. الفريقين عاملين اداء حلو، والفريقين اصلا بتحسوا يعني نفس الفريق عم يلعبوا مع بعض. يعني الفريقين متعادلين بكل شيء. المنتخب الاسباني بالمباراة الماضية ما اقنع قدام البرتغال، بل بالعكس المنتخب البرتغالي كان مسيطر على المباراة معظم الوقت. اما المنتخب البلجيكي فعم يكبر بالبطولة مع تقدم المراحل. فبدور المجموعات المنتخب البلجيكي تعادل مع مصر وتعادل مع ايران وفاز على نيوزيلندا. اما المباراة اللي بعدها اللي كانت قدام السنغال فوالله ما بعرف. لا تسألني كيف المنتخب البلجيكي بعد ما كان خسران بالدقيقة 84 2-0 رجع وسجل هدفين وراح اكسترا تايم وسجل الهدف الثالث. لا تسألني، ما بعرف لحد هلا عم بحضر الملخص. يعني ما تسألني. وبعد ما ذبحوا السنغال بقيادة ساديو ماني راحوا واجهوا مين؟ المنتخب الامريكي اللي عامل بطولة افضل بطولة بتاريخ امريكا كلياتها، وفازوا عليه بنتيجة 4-1. ليكو بهاي المباراة يعني أنا شايف أن المباراة رح تكون مسكرة كتير، بس برأيي أنا اللي رح يتأهل بهاي المباراة هو المنتخب البلجيكي. أما النتيجة رح تكون 1-0، الله أعلم. اما المباراة الثالثة اللي معنا انجلترا والنرويج. شوفوا لكم هلا رح اقول لكم شو الفرق بين انجلترا والنرويج. انجلترا يا جماعة عندها لاعبين موجودين، ايمت ما تطلبون موجودين، ايمت ما تطلبون يسجلوا اهداف موجودين. الاول اللي هو بيلينغهام اللي عنده 4 اهداف، والثاني الامير هاري كين اللي مسجل 6 اهداف. بينما النرويج عنده لاعب واحد بس، كل النرويج متكل عليه. مين هو؟ يلي هو الدبابة ايرلينغ هالاند. شوفوا بمباراة البرازيل والنرويج، البرازيل كانت مسيطرة بالطول وبالعرض، بس مين اللي خلص المباراة؟ هالاند بهدفين بعمل فردي. يعني هالاند هو اللي عمل كل شيء بالهدفين، هو اللي طار، هو اللي شاط. فهالاند عبارة عن النرويج والنرويج عبارة عن هالاند. اما المنتخب الانجليزي اللي مثل ما قلت لكم بشكل كبير معتمد على هاي اللاعبين اللي هو بيلينغهام وهاري كين اللي ما شاف المباراة الماضية قدام المكسيك. لا انت خسران كتير. مباراة من افضل مباريات المونديال، مباراة من افضل مباريات الانجلترا، افضل مباراة لعبوها انجلترا. مين اللي سجل هدفين بدقيقتين بس؟ بيلينغهام لاعب ريال مدريد اللي سجل هدفين بدقيقتين بس. وهاري كين سجل الهدف الثالث من ركله جزاء بالدقيقه 60 الله اعلم. وانتهت المباراه بنتيجه 3-2 من اصعب مباريات انجلترا. اما توقعي لهي المباراه، شوفوا لكم انا بشوف يعني انجلترا عندها جاهزيه اكثر،
غير النرويج اللي عم تلعب بلاعب واحد بس اسمه ايرلينغ هالاند. فتوقع انه انجلترا راح تفوز بنتيجة 3-1. الله اعلم، بعد المباراة بنشوف هل راح نجيب النتيجة الصح ولا لا. اما المباراة الرابعة معنا سويسرا الارجنتين. بصوا يا اخواننا المصريين، بصوا لكم، انا عاوزكم دلوقتي تنزلوا على التعليقات وتدوني كلمة بحق الحكم. بصوا خدوا راحتكم على الاخر، ها خدوا راحتكم على الاخر، لان الشيء اللي صار بهاي المباراة لا 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 يعني شيء اول مرة بشوفه بكأس العالم بكرة القدم. ظلم، ظلم ما لهالدرجة يا جماعة. دائما بنشوف اشياء يعني ممكن خطأ تحكيمي، ليش ما رجعت للفار؟ يعني انا بس نفسي اعرف يا اخي انا غلطان وانت معك حق، ليش ما رجعت للفار تبين لي اني انا غلطان وانت معك حق؟ ليش؟ شوفوا انا ما راح احكي خلص، يعني امبارح حكيت وحكيت كتير، فخلص انا يعني ما الحكي ما بيفيد بشيء. بس بدي اقول يا عرب ويا مصريين افتخروا بهذا المنتخب اللي عمل اداء تاريخي، اللي شرف العرب بهذا المونديال، وان شاء الله المنتخب المغربي كمان بيشرف العرب. خلص يعني خلص انتوا افتخروا بهالمنتخب، وان شاء الله يعني التعويض والجاي اكبر، بس افتخروا فيه لانه منتخب عمل اللي عليه. كان عم يلعب مع افضل فريق بالعالم اللي هو منتخب الارجنتيني من تصنيفه رقم واحد، ومع كل هذا نحن كنا اخطر على المرمى، كنا اخطر بمعظم الوقت. المنتخب الارجنتيني كان بيستحوذ اكثر، بس نحن كنا اخطر على المرمى وكنا متقدمين بنتيجه 2-0. بس هذا الشيء مستحيل يكمل طالما ميسي والفيفا موجودين، ما علينا يا جماعه. على كل حال المنتخب عمل اللي عليه، افتخروا فيه وبس. شوفوا انا تمنياتي لهي المباراة انه المنتخب الارجنتيني يطلع، لانه هذا الاداء اللي كان عم بيلعب فيه امبارح واللي صار امبارح قذر قذر قذر. ما بدي اعمل مونديال، ما بدنا اياه ابدا. بس تمنيات بنحطها على جنب، بنحكي الواقع، نحكي توقع حاليا. انا بشوف انه المنتخب الارجنتيني راح يفوز بنتيجة 2-0 على سويسرا. ما بعرف هيك بشوف انا، ان شاء الله لا، وان شاء الله سويسرا يعني تفوز علي وعلى الارجنتين وتفوز ان شاء الله. بس انا بشوف انه راح تخلص مباراة 2-0 للارجنتين. بعدين بنحكي مين راح يفوز، اذا بس يتأهل الارجنتين راح يجي فريق تاني ويدعس عليه. فهاي توقع انا انه الارجنتين راح تفوز 2-0. وهلا بدي اياكم تسووا نفس الشيء مثل ما انا سويت، يعني تفوتوا على التعليقات وتعطوني مين 4 منتخبات اللي راح تسبقنا لنصف النهائي، مين راح يفوز وقديش النتيجة بالضبط. ها واخر شيء بدي اقوله، ازاي يا مصر بتعمليها ازاي؟ انت حتة مني وانا حتة منك. ان شاء الله ما يسكرون القناة على الصوت. واهم شيء يعني لا تقيم صوتي بالمقطع، يعني اذا ما عجبك صوتي لا تشيل اللايك ولا تشيل الاشتراك. اتفقنا؟ وبرجع بقول لكم لايك شير سبسكرايب. اشوفكم حلقة جديدة. السلام عليكم.